السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده معانا مراجعه مسلسل باديز، فتابعوا معايا الفيديو. ما تنسوش تدعموني، تعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. 4 محققين و4 حقب زمنيه وجثه واحده، ولإنقاذ مستقبل بريطانيا سيحتاجون أولا إلى حل لغز جريمة القتل التي غيرت مجرى التاريخ. قصة قوية جدا وملفتة للانتباه، وبتخلي المسلسل ده إن هو عنده فرصة إنه لو عملها بأسلوب كويس يكون من المسلسلات الطب اللي موجودة. فهل هو عملها بشكل كويس ولا لأ؟ تقديم القصة كان كويس جدا، وعملية سرد القصة كانت حلوة قوي برغم الغموض اللي موجود فيها، وبرغم ان هي بتدور في 4 خطوط زمنية. ولكن المسلسل قدر يوازن بين ال4 خطوط دولت، وقدر ان هو يسرد قصة كل خط بطريقة كويسة ويديله حق. مفيش زمن واخد مساحة عن زمن تاني، لأ، ال4 أزمنة اللي موجودة معانا واخدين المساحة بتاعتهم. كل خط زمني بشخصياته والأحداث اللي بتحصل فيه واخد المساحة بتاعته كويس جدا، والأربعة في الآخر مجتمعين مع بعض بطريقة حلوة قوي وخدمت المسلسل. أما بالنسبة للغموض اللي موجود في المسلسل، فأسلوب الغموض كان حلو جدا، وطريقة سرده كانت كويسة قوي. مفيش إفراط في استخدام الغموض، يعني كل الحاجات اللي موجودة كانت كويسة، مفيش إفراط في استخدامها ولا أي حاجة. ولكن ده ما يمنعش إن في مشاكل، ولكن هنتكلم عنها قدام شوية. أما بالنسبة لرتم المسلسل فهو شغال، يعني هو مش أبطأ حاجة، ولكن في نفس الوقت مش سريع واحداث ياما وكده، لا، يعني في سنة بطء كده. نهاية المسلسل حلوة جدا وفيها شوية دراما كانوا كويسين قوي. الطريقة اصلا اللي المسلسل يعني عمل بيها النهاية بتاعته، يعني ممكن ما كنتش هقتنع بيها، ولكن هو قدر يعملها بحاجة كويسة، وقدر ان هو يقنعني بيها بطريقة حلوة. نتكلم عن بعض السلبيات اللي موجودة في القصة. قلت من شوية ان الغموض اللي موجود كان جميل جدا، ولكن ده ما منعش ان في اسئلة بدون اجابات، وكان في بعض الحاجات اللي من غير توضيحات. في حاجات في القصة بتحصل هتلاقي نفسك بتسأل طب اشمعنى هنا حصل كذا، وفي نفس الحاجة في نفس الظروف حصلت حاجة تانية من غير أي توضيح من المسلسل، مع إن المفروض إن الموضوع يعني على أساس نوعا ما علمي، ولكن برضو بتلاقي إن المسلسل ما بيوضحش. بيقولك لا بص، هو ده اللي حصل معانا فيعني مشيها بقى. وحاجة تانية برضو من الحاجات اللي حصلت، هو إن الشرير بتاع القصة اللي موجود معانا هو كان عايز يعمل حاجة معينة، يعني في حدث معين عايز يعمله. بالنسبة له الحدث ده لما يحصل هيساعد في تطور العالم وهيخلي المستقبل أحسن، والكلام بتاع الأشرار ده كله. وفعلا هي الحاجة دي يعني حصلت في القصة وموجودة معانا. فانت دلوقتي المفروض عملت الحاجة اللي انت عايزها، فانا عايز بقى اشوف ازاي الحاجة دي ساعدتك على ان انت تعمل مستقبل احسن. المسلسل نط للمستقبل على طول، وما بقى يعني ما جابش الفترة بقى، وازاي الشخص ده اشتغل على الحاجة اللي هو عملها بحيث ان هو يطور من المستقبل. ازاي الشيء اللي حصل ده خلى فيه تقدم، وازاي الشخص ده قدر ان هو يستعمله ويطلع من المأساة دي بحاجة كويسة وتساعد في التطور والتقدم والحاجات دي كلها. برضو الحاجة دي المسلسل ما وضحهاش، واعتمد اللي هو لا احنا بنناقش فكرة فمش لازم نجيب لك الاحداث. فده للاسف يعني قلل من قدر المسلسل بقدر كبير جدا. حسيت ان المسلسل يعني المسلسل يا جماعة فيه كمية افكار ماسونية كتيرة جدا، فحسيت ان هو بيناقش افكار فقط وبيستعرض لك الافكار والحاجات اللي ممكن تحصل، ولكن هو ما بيهتمش بالاحداث بتاعته. هو بيستعرض لك افكار فقط لا غير. فلو جيت يعني لو خدت مع نفسك دقيقتين كده تفكر في الاحداث، هتلاقي لا ان في كمية افكار ماسونية موجودة رهيبة. واخر عيب موجود معانا وهو الاجندات المقرفة اللي بقينا مجبرين عليها، يعني نشوفها في كل الاعمال اللي موجودة تقريبا. بيوهمونا ان هم حرية الرأي عندنا وحرية التعبير، وخليك زي ما انت عايز تكون وهنقبلك. ولكن للاسف طلع في يعني في الايام الاخيرة دي واثبتوا لنا هم ان الكلام ده في الحاجات اللي في صفهم فقط. هم بيشجعوك على الخيابة بس، انما مثلا تيجي تساند ناس بيتعرضوا للإبادة، فلا، ده مش من حقك تساند. انت ازاي تساند ناس زي دي؟ شفنا يعني مفيش اكتر من الامثلة الفترة اللي فاتت. الناس بتعاني حرفيا، ويعني بيبادوا حرفيا. بتلاقي ان الغرب اللي بيوهمنا بحرية التعبير وحرية الرأي ومش عارف ايه بيأيد الإبادة دي عادي، ما بيعتبروناش كبني آدمين أساسا. اتكلم دلوقتي عن الإخراج. الإخراج كان في تناوله ال4 الأزمان اللي موجودة كان كويس، وقدر إن هو يوازن بينهم نوعا ما ويعمل ستايل خاص كده بكل خط زمني. ولكن كان في خطين زمنيين اللي هما كان المفروض في 1890 و1940. أنا حسيت إن المكانين هما هماهم، يعني مفيش
اختلاف كبير بينهم، رغم ان في فرق زمني كبير، في دنيا اتغيرت بين الفترتين دول. ولكن دي مش العيب الكبير، لان انا في الاول وفي الاخر مكنتش معاصر للفترتين، فمعرفش اصلا الدنيا فيهم كانت عامله ازاي. اما بالنسبه للاداء التمثيلي، فالاداء التمثيلي كان كويس. المسلسل بطوله مجمعه، مش هتلاقي حد اللي هو ظاهر وبارز بادائه التمثيلي وشايل الاداء التمثيلي لوحده وسايب باقي الناس. لا، كل الناس يعني متقسم عليهم الاداء التمثيلي، كل واحد خد مساحة قدر ان هو يعمل منها اداء تمثيلي كان كويس. تقييم المسلسل بادز هو 7/10. المسلسل زي ما قلت كان عنده مقومات ان هو يكون من الطب، ولكن هو اهتم بحاجات على حساب حاجات تانية، فخليته ان هو مش افضل حاجة. هو مسلسل يتشاف، ولكن بالنسبة لي هو يعني محاولة فاشلة من نتفليكس لاستنساخ مسلسل دارك، ومش اول محاولة نشوفوها ولا هتكون اخر محاولة نشوفوها. وبس كده اعزائي المشاهدين، يكون خلص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.